الوهن هو الضعف. وكلمة وهن العظم، احنا نعرف أن لكل شيء من الأشياء قوام في الصلابة والقوة. فمثلا مية قوامها معروف، مثلا دك قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عظم قوامه معروف. في بنية تكوين الإنسان ما أعظم شيء، ما أقوى شيء فيه هو العظم. العظم ده اللي احنا زي ما بيقولوا دلوقتي في الصلاة الشاسيه بتاع الإنسان، وبعدين ينبني عليه اللحم وينبني عليه العصب وينبني عليه. فإذا كان العظم وهو أقوى شيء قد أصابه الضعف، يبقى بقية الأشياء بقى اللي جرى لها إيه؟ بقى أقوى شيء وأصابه إيه؟ ولذلك تجد إن العرب حينما شكى الجدب قال مرت بنا سنون صعبة، سنة أذابت الشحم. يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلها، وسنة أذهبت اللحم. لما خلص الشحم ابتدأت تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم. وسنة محت العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظمه. وما دام يتغذى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده اخر ايه؟ اخر مخزن في اقتيات الانسان. ساعة الانسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يقعد ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين يهزل يجي اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم ده يقعد يعمل ايه؟ يغذي المخ. كل غذاء يروح لمين؟ للمخ. قال لك لأن المخ ما دام فيه بقية قبول حياة يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي. إذا فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ. علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة تستجيب. ولذلك مثلا لما واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله الايه؟ القلب ويحرك. وما دام مخه خلايا ما بتشتش يبقى ممكن الحياه ايه؟ ممكن الحياه ايه؟ تجي. ايه كلمه؟ اذا كلمه وهن العظم مني يعني يا رب انا ما عنديش الا المخزن الاخير لمين؟ للحياه واستبقائها. الا المخزن الاخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء الحياه. اني وهن العظم، وذلك امر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف ايه، فجاء بأمر ظاهر علنا واضح واشتعل الرأس شيبا.